تعالوا نعمل أصابع الجلاش بحشوة الكنافة. حاجة كده بسم الله ما شاء الله، وصفة سهلة وجميلة وإن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. تقدري بقى تزيني بأي حاجة عندك. أنا زينت كده بالسوداني مجروش، ممكن تحطي مكسرات، ممكن تحطي أي حاجة عندك تفضليها يا ست الكل. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. نعمل بقى كده الشربات بتاعنا، كوبايتين من السكر على كوباية ونص من المية على عصرة نص ليمونة، والأول كده على نار عالية. أول ما يبتدي يغلي نهدي النار لحد كده 7 8 دقايق، وبعد كده بقى نشيله من على النار خالص. تعالوا بقى نعمل كده ميكس من السمنة على زبدة، عشان كده ندهن كده الكنافة بتاعتنا أو نشرب الكنافة بتاعتنا. بعد كده انا بوريكم القوام بتاع الشربات. كده بقى طفيت عليه وسبته لحد ما يبرد، بس نقلته على عين من على العين السخنة يعني. معانا بقى هنا نص كيلو من الكنافة برضو، ونص كيلو من الجلاش. طبعا نص كيلو الجلاش نص كيلو كامل. هنا بقى هنشرب كده شوية من السمنة على الكنافة، وكده نفككها كده من بعضها، ونخليها بقى كده هايشة كده في الحشو، هتدينا كده شكل جميل. تقدري بقى تحطي مكسرات، زبيب، جوز هند، سوداني. انا هحط سوداني بس مش في كل الاصابع او كل الرولات. هعمل شوية كده سادة وشوية كده بالسوداني. طبعا انا ما دهنتش كده ورق الجلاش ولا اي حاجة، اكتفيت بالسمنة اللي في الكنافة بس. على طرف كده الورقة هندهن كده دهنة من السمنة علشان كده الورقة تقفل معانا، وطبعا نرصها كده في الصينية. هنا بقى بوريكم الجمال والحلاوة، وبقول لكم طريقة سهلة خالص ومش هتاخد منكم ولا وقت ولا مجهود. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ طبعا كلنا بنعشق الجلاش، وطبعا وصفات الجلاش كتيرة ومتعددة. تقدري بقى تعملي اي وصفة فيها، وطبعا كل واحدة فينا تعمل بقى بالطريقة بتاعتها، وكل واحدة فينا ولها البصمة بتاعتها. هنا بقى بوريكم برضو حشوة الكنافة ومع ورقة الجلاش، وبنقفل برضو طرف الورقة علشان ما تتفتحش مننا. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ حاجة كده سهلة وبسيطة وخفيفة برضو على معدتنا في نفس الوقت. والله ما هتاخد منك وقت ولا مجهود، وفي أقل وقت هتعمليها. هنا بقى حطيت برضو طبقة من الكنافة، وهحط شوية من السوداني المجروش. تقدري بقى تحطي جوز هند معاه، تحطي شوية من الزبيب، براحتك خالص يا ست الكل. ممكن تحشي كاستر، ممكن تحشي كريمة، اللي عندك كله حطيه، واي حاجة من ايدك هتبقى زي العسل من ايدك يا ست الكل. هنقفل برضو الورقة بتاعتنا وبرضو علشان ما تفتحش مننا. ونحط بقى كده اما نيجي نرص كده الرولات او الاصابع، نخلي كده القفل بتاع الورقة من تحت. انا هنا جبت الصينية بتاعتنا ودهنتها كده دهنة من السمنة برضو. تدهني بقى كده دهنة كده محترمة، ونرص بقى كده الاصابع بتاعت الجلاش بتاعتنا. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة ديت؟ هما صراحة نص كيلو الجلاش عمل 7 أصابع أو 7 رولات، بس أنا حطيت 6 بس في الصينية علشان كده التسوية بتاعتهم تبقى مظبوطة، والجوانب كمان تستوي وتاخد بقى كده اللون الذهبي القمر اللي انتوا هتشوفوه معانا في آخر الفيديو. نمسح بقى كده او ندهن دهنة من السمنة وخصوصا الجوانب، وندخل بقى كده الفرن على درجة حرارة عالية. انا شغلت على اعلى درجة حرارة الفرن الكهرباء، فوق وتحت يا بنات، علشان ما ياخدش مننا وقت ويحمر بسرعة، وبلاش بقى ينشف مننا في الفرن ويطلع ناشف كده ومحدش يعرف ياكل. الجلاش بالنوع اللي بيبقى يعوز نار عالية علشان كده يطلع بسرعة وما ينشفش مننا. هنا بقى قطعنا الصينية بتاعتنا ونصصتها كده، وكل نص قسمته 2. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة ديت؟ حاجة كده اللهم بارك.
دخلنا بقى كده الصينية بتاعتنا الفرن، ونتابع بقى كده ونديرها من بره لجوه، وتبشري كده الصينية بتاعتك وتبقي واقفة كده قدام الفرن. خدت بقى كده اللون الذهبي القمر اللي انتوا شايفينه. نطلعها بقى كده نسقيها من العسل او السيرب او الشربات، زي ما انتوا شايفين كده الجمال والحلاوة، حاجة كده اللهم بارك. خدت بقى كده العسل بتاعها وتبقى مقرمشة بقى من بره، ومع الكنافة من جوه طرية. طبقة الكنافة من جوه طرية يا بنات. الميكس مع الميكس الجلاش مع الكنافة النية بيبقى كده روعة وجميل. انا عملته مرة قبل كده بس من غير تصوير والله. طبعا ممكن تحمري الكنافة، بس انا صراحة ما حبيتش احمرها. ليه بقى؟ لان انا عايزة كده الحشوة تبقى طرية كده من جوه. هو مقرمش من بره زي ما انتوا شايفين جماله وحلاوته، ومع القطمة كده بتاعت البق تحسي كده بالطراوة بتاعت الكنافة من جوه. والكنافة مستوية واخدة لون الدهب اهيت زي ما انتوا شايفين في الفيديو بالظبط. وبقول لكم هنا سامعين القرمشة؟ بجد كده حاجة اللهم بارك. والله العظيم حاجة كده يعني زي الكتاب ما قال بالظبط. شايفين كده جمال الجلاش وحلاوته، حاجة كده اللهم بارك. وشايفين لون الكنافة؟ بسم الله ما شاء الله. يا رب فيديو النهاردة يعجبكم وينال رضاكم، ولو عجبكم يا ريت تسيبولي دعوة حلوة من قلبكم بتفرحني وبتسعد قلبي، مع كوباية شاي بقى يا بنات او كوباية قهوة. حاجة كده تحفة وحاجة كده روعة. عملنا طرق كتير في القناة بوصفات الجلاش كلها تعجبكم. عملنا فطيرة السكر والعسل والقشطة، وعملنا حشوة الكاستر، ودي الطريقة ديت كده بالكنافة، ورشة كده السوداني المجروش. يا رب الفيديو يعجبكم. أشوفكم على خير، مع السلامة، باي باي.